طب والله يعني احنا لو بنتكلم على تشكيله البلاو جرانا برشلونه في الريمونتادا الاشهر في تاريخ دوري ابطال اوروبا تقريبا يعني. فاحنا المفروض نجيب التشكيله المفقوده معانا النهارده وهي تشكيله البارسا. فوالله انا ابدا بحراسه المرمى ونقول مارك اندريه تير. تير. لا، ثانيه واحده. ثانيه واحده، رايحين فين؟ احنا لسه ما بدأناش. اشتجن. مليون في المية طبعا هو كان حارس المرمى. فقلوب الدفاع والله اقول جيرارد بيكيه مثلا. طيب احنا محتاجين نرجع ورا شويه ونختار مثلا بيكيه اللي هنا. جيرارد بيكيه احنا لازم بقى ناخدهم بالترتيب واخد لي بالك انت لازم بالحنتوف. فجيرارد بيكيه طبعا كان موجود. امتيتي. امتيتي كان موجود كويس جدا. طب خلينا نقول في نص الملعب سيرخيو بوسكيتش. دي اكيد اكيد طبعا. وناخد طبعا ليونيل اندريس. لابولجا ليونيل ميسي طبعا. وخلينا نروح برضو لويس سواريز. ماشي. والله هقول مثلا قلب الدفاع الثالث مين؟ مش فاكر. مش فاكر. مش فاكر الحقيقه. فيرمايلن. توماس فيرمايلن ايعقل؟ فيرمايلن. مم. مش فيرمايلن. امال كان مين؟ ماسكيرانو. خافير ماسكيرانو صحيح، ده انا نسيت ماسكيرانو خالص. هو طبعا كان التالت. بالظبط بالظبط. طيب خلينا نقول سيرجي روبرتو. هو روبرتو كان بيلعب. بيتهيألي يعني. طيب يبقى هو ده. ما تهزروش. سيرجي روبرتو ما كانش بيلعب الماتش ده. لا، ايه الغباء ده؟ سيرجي روبرتو كان ناحية اليمين. برضه. امال مين اللي كان بيلعب ناحية اليمين يا جدعان؟ ومين اللي كان في نص الملعب؟ طب هات نيمار. نيمار جونيور. ناحية الشمال. دي سهلة بقى، دي ما فيهاش يعني. راكيتيتش. كنت هنسى راكيتيتش. ماشي ماشي كويس، راكيتيتش معانا. والله يتبقى لدينا اللعيب اللي لعب ناحيه اليمين ولعيب في نص الملعب، وانا بصراحه حاسس ان انا مش هجمع، فعايزك بقى تقول لي في الكومنتات مين الاثنين اللعيبه اللي ناقصين في التشكيله بتاعتنا.